مصرية بيضة وشعرها أحمر والتانية عينيها ملونة وشقرة. عرفتوا بقى إن بتوع الشرقية وكفر الشيخ والمنصورة نتاج الاحتلال الإيرلندي؟ الست المصرية القبطية في جيناتها العيون الملونة بمختلف ألوانها، عسلي، بني، أزرق، رصاصي، أسود، أخضر، طبق الأصل من أجدادنا الملكة نيفرت ونيفرتيتي والأمير راحطب والكاتب متري وتمثال شيخ البلد. ومن جمال عيون المصريات سبحان الخلاق اخترعوا الكحل والأيلاينر المصري علشان يبروز العيون الساحرة دي. الست المصرية القبطية في جيناتها الشعر الملون الأشقر والأحمر والأسود والبني. على سبيل المثال الملك رمسيس الثاني، ودي موميا تعود الى عصر ما قبل الاسرات شعرها اصفر. واجمل شعر في التاريخ شعر الملكه تي، واخترعوا لشعرهم الوصفات الطبيه والابر علشان يعملوا شعرهم كيرلي كمان. الست القبطيه المصريه بتحمل في جيناتها البياض الناصع الشديد والسمار الهادي الجميل. في جميع الجدريات المصريه القديمه الرجل المصري بيترسم بلون قمحي او اسمر شويه، والست المصريه بتترسم بلونها الابيض الناصع، وده لان الرجال المصريين هم اللي كانوا بيتعرضوا للشمس الشديده، بينما الست المصريه كانت معززه وما كانتش بتأدي نفس المهام الشاقه